صباح الخير متابعينا الأعزاء، حلقة جديدة من قناتكم الطبيعة. أول خطوة حتى نبلش نطلع نشوفكم إبداع الخالق الألوان. ناخذ الكاسة من ثم نخلي الكاسة ونبدي نخلي بيها العلف. نبدأ نقول هاي الكمية كافية لليوم الصبح، لأنه إحنا ما نقدر نكتر العلف حتى لا يتعودون بس على العلف. هسه نجي نطلع على الدجاج الكاكة، وضعها شلونه فقست له. بسم الله، ما مفقسة طبعا. نجودها نبدأ جواها ونخلي لها شوية علف. طبعا بالانتظار. هسه ننطر هاي الوجبة الثانية هنا. طبعا وجبتين باليوم مثل ما قلنا، أكل وجبة أكل بيت ووجبة علف وبروتينات. علف يحتوي على بروتينات عالية اللي هسه انطيته الهن قدامكم. هاي بعد ما انطينا علف بس أكل بيت حتى لا يتعودون بس على العلف. حبايبي إذا تحبون هيج حلقات من تربية الدجاج الهواتي والدجاج العربي الأصلي، تابعونا وضيفونا وأعطونا تعليق حلو، اشتراك بالقناة إذا تحبون مزيد من هيج الفيديوهات تصوركم. هسه نروح نجمع لكم البيض، نشوف إذا أكو بيض أو لا، بيضات لو لا. تعالوا وياي خلينا نشوف بيضات أو لا. طبعا شباب لقيت هاي الدجاجة نايمة حتى تبيض، وراح نشوف أكو جواها بيض أو لا أو شنو موضوعها. بسم الله. تحاول تنقر، هي طبعا تحاول تدافع عن نفسها، ما اسوي لك شي عيني. شوفي بسم الله ما شاء الله بيضة. تمام بيضة. اعتقد هاي دجاجة يعني على وجه ان ترقد او تكرك، احنا نسميها بالعراقي. احنا خلصنا كلها، وهسه نلتقيكم بفيديو جديد. اللي يحب يجي مقاطع الطبيعة وبالريف العراقي خلينا لايك واشتراك، وننتظر مزيد من الفيديوهات.